انا مش عارف برضه اتاخرت ليه كده. هو ايه الزن ده؟ ما انا خلاص وصلت وقلت لك ان انا جايه. اكتر حاجتين بكرههم في حياتي ان حد يتاخر عليا وان حد يتاخر عليا. ما تخلينيش اخسرك، اتفقنا؟ لو على ايه خلينا حبايب احسن. بعدين ما كانتش نص ساعه يعني اللي انا اتاخرتها. جبتي المحاضرات؟ جبتها لك يا سيدي، امسك. هات. زي الفل. بقول لك ايه، ما شفتيش سلمى النهارده في الكليه؟ لا ما شفتهاش. اشمعنى؟ ابدا يعني. لا بقول لك اشمعنى اخلص. اتخانقنا ومش بترد عليا وعامله بلوكات من كل حته، مع اننا بنتخانق كتير يعني، بس مش عارف المره دي مالها. يمكن حصل حاجه كده ولا كده مثلا. ممكن. هو انت عارفه حاجه؟ لا انا بقول مثلا. صحيح انتوا اتخانقتوا ليه؟ ده موضوع كبير ومكعبل كده مش مفهوم، فكك. المهم بس المحاضرات دي تمام ولا حاجه؟ عشان لو الدكتور سالني في حاجه ولا بتاع. هو انت بتحبها؟ المحاضرات؟ اكيد لا مفيش حد بيحب المحاضرات. محاضرات ايه؟ انا بتكلم على سلمى. اكيد يا لا. ما انت اللي معرفانا على بعض، غريبه يعني انت اللي بتسالي. ايوه بس انا بحسب ان انت كنت عايز تبقوا صحاب عادي، مش لدرجه انك تحبها يعني. بصي ما اكدبش عليكي يعني، بس هو كان في عجاب في الاول زي ما انت عارفه طبعا، بس ما اعرفش ايه اللي حصل وخلتني احبها. عندك حق، محدش بيعرف يتحكم في قلبه، ولا يختار يحب مين ولا ما يحبش مين. طب ما تكلميها كده تشوف لنا مالها في ايه. سلمى مش شبهك يا عمر. هي فعلا بتبقى عينيها ضيقه كده ومناخيرها صغيره. على فكره انا بتكلم بجد. ده علاقته بانك انت تكلميها برضه؟ ما فهمتش. علاقته واضحه على فكره، بس انت اللي اعمى وغبي. عمر تفتكر هو انا بساعدك ليه او معاك طول المده دي ليه اصلا؟ عشان احنا اصحاب اكتر من صحاب الاء، لدرجه ان انا بعتبرك زي اختي. انا مش اختك يا عمر، ولا عمري كنت حاسباها كده. لا شكرا على المحاضرات دي بجد، انا لما اروح كده هبقى اكلمك. شوف وشك على خير. عمر انا بحبك. 4 سنين بقول بكره يحس ويشوف ان انا اللي باقياله. انا اللي عارفه كل بلاويك ومصايبك وحكاياتك وقبلاها، بس انت لا بتشوف ولا انا بزهق وامشي. عشان احنا صحاب يا الاء، وده العادي بين الصحاب. وعلى فكره مش انت لوحدك اللي بتعملي كده، انا كمان بعمل كده وعارف كل مصايبك وحكاياتك وحواراتك كلها. طب وبتتزاول ليه لما بصاحب او اعرف حد غيرك؟ ها انت عملت كل حاجه تقول ان انت بتحبني بس ما قلتهاش. عشان انا بحبك فعلا. اقصد حب مختلف، حب الصحاب والاخوات. انا كنت رافضه ان احنا نبقى اصحاب وبس يا عمر. ها انا ما عنديش رد، مش عارف ارد. انا عمري ما كنت متخيل ان في بيني وبينك حاجه اساسا. انت بتهزري صح؟ قولي لي انك انت بتهزري. انت تستاهلي حد احسن مني، انا مش هناسبك. وبعدين انت عارفه ان حياتي كلها حوارات وكعبله وانا مش عايزه حد غيرك وانت موجود. لو كنا في زمن غير الزمن اللي احنا فيه ده كنا ممكن نكون سوا. لو شكرا على المحاضرات يا لا بجد، اشوف وشك على خير. ايه يا بنتي؟ طيب انا مستنياكي عند الجاردن اهو، يلا باي باي. لا ممكن نتكلم؟ عمر بعد اذنك انا مش عايزه اتكلم. بس انا عايز اتكلم. عمر ممكن تنساني وتنسى اي حاجه كانت بينا اصلا. انس برمزي. حلوه رمزيه يا جلبيه دي. برضه مش بترد. انا بكلمك بقالي كام يوم وانت ما بترديش. هو انت مخصماني؟ هو انا على ايه بكلمها واتساب؟ الا افتحي، الا افتحي، انا عارف انك انت جوه. الا افتحي بقى خلاص بقى. وبعدين بكلمك بالتليفون ما بترديش ليه؟ الا افتحي، انا عارف انك انت جوه على فكره، وعارف انك سامعاني. انا اكتشفت ان انا كنت غبي لما قلت لك خلينا اصحاب، وما فكرتش في الكلام قبل ما اقوله. بس لما قعدت مع نفسي اكتشفت ان انا بحب اتكلم معاكي، وبحب اسمع صوتك، وبحب اشاركك وافضفض لك، وبحب شكلك قوي على فكره. حتى طريقتك العبيطه بحسها مختلفه. وبحب ذوقك على فكره اللي انا ماشي بيه دايما. واخر القعده مع نفسي لقيت ان انا عايز بنت بسيطه طبيعيه كده ترضى باللي اقدر اقدمه لها، وتبقى فاهماني وفاهمه احساسي وفاهمه افكاري من غير ما اقول ولا حرف. وانت الوحيده اللي تقدري تعملي ده. على فكره انا معاكي بحس بكل حاجه، بحس نفسي، وانا مش هقدر اسيب كل دوت وامشي. ممكن تفتحي؟ قعدت مع نفسك ها؟ شربنا شاي بالقرنفل؟ بالقرنفل. انا اسف، انا كنت غبي وانت حد ما يتعوضش، وانا مش عارف ابعد عنك. طب وسلمى عملت معاها ايه؟ لا دي مش شبهي. مين يا بنت اللي بيرن الجرس؟ ايوه يا ماما، ده الحارس بتاع العماره عايز النور. ما عندها حق على فكره، انا عليا النور احسن من كده فين. طب انزل بقى لحسن ماما تطب علينا، يلا. بس اشوفك بكره في الكليه. ماشي، طب باي.
باي بقى. طب بدخل اسلم على ماما، يمكن محتاجه حاجه ولا حاجه، ما ينفعش اجي كده وما اسلمش عليها. يا بنت مين؟ مفيش يا ماما، انا جايه اهو. انزل بقى يخرب بيتك. سلام.